في المنة. اهل العروسه لازم بيطالبوا العريس ب 100 جرام ذهب. 100 جرام ذهب 100 جرام ذهب يساوي كام في اليومين دول؟ الجرام ب 300 جنيه، يعني حوالي 30000 جنيه. بالراحه. 30000 جنيه الشاب هيجيب بيهم ذهب، ويطالبوه بعد كده اللي هم مش عايزين مثلا ولا اوضه نوم ولا عفش. اهم حاجه اللي الذهب يبقى 100 جرام زي ابن عمها او بنت عمها مجالها انت جيب. طب هو هيجيب 100 جرام ذهب وينامها على الارض؟ ولا ليه نبقى خفاف سهلين؟ يبقى مثلا في دبله، في خاتم، في محبس. مفيش الكلام ده كله. ونقرب الدنيا شويه بين العروس والعريسه، العروسه والعريس، ماشي. وتبقى مثلا ايه دبله ودبله فضه، وتبقى الدنيا ماشيه بالراحه وكل واحد تمشي على قده من غير ما ما نأزم الدنيا وتبقى تكاليف على الفاضي، وتبقى في الاخر معدن مركون او ملبوس الشاب ما استفادش بيه. في مشكله ثانيه مثلا او في سلو ثاني، انا من شبرا ما حصلش معايا الكلام ده. يعني انا نسايبي ما طلبوش مني ولا 100 جرام ولا 50 جرام ولا الكلام ده كله. تقدر عليه اللي انا اقدر عليه جبت اللي انا اقدر عليه، واتجوزت الحمد لله في خلال سنه. وانا كنت مصعب الامور قوي قوي، لان في بلدنا احنا كانوا قايلين لازما ب 20000 جنيه ذهب. اللي هي بلدكم ايه بقى؟ اللي هي الشرقيه. 20000 20000 جنيه ذهب. الكلام ده من كام سنه؟ الكلام دوت كان في 2002 2003. تمام. يعني كان الجرام بحاجه و90. كان الجرام لا بحاجه و70. حاجه و70. ماشي. تمام. مش غالي يعني. ايوه فاهم. يعني كنت لا بس كان يوميها غالي. يوميها غالي. طب انا عشان اعمل الكلام دوت واروح مثلا لخطيبتي اللي انا هخطبها ديت كل مثلا مرتين في الاسبوع، مره في الاسبوع. تمام. لازم انا اخد معايا هديه العروسه. انا جاي بقى من القاهره رايح الشرقيه زياره، مثلا لو فاكر لي مثلا عن 200 300 جنيه. ده اهلي اللي قالوا لي كده، انا اللي بقول لك. 300 جنيه. انت كم مرتبك كام يا محمد؟ 450 جنيه. يعني مرتبك 450 جنيه. طب ايه اللي يحصل بعد كده؟ لا انا قلت لا، انا اتجوز هنا في بلدنا واخد واحده من سلوي بقى، من سلوي. ماشي. والحمد لله كرمني في زوجه. ماشي. وعندي عيالي وبالسلو برضه. يعني اتجوزت بالسلو برضه يعني. سلو بالاصول. جيت يوم الفرح. ايوه. يوم مثلا يوم ما رحت اخطبها حاجه ساعه اذا دستين جاتوه وخلاص ولمينا الليل. في الدخله ما فيهوش شبكه بقى. هي الخطوبه كانت كده. في الحنه مثلا برضو ما فيش حاجه. في الدخله عملت فرح، والفرح اللي جه اديته كل واحد مثلا عصير حاجه ساعه، ولا اكل ولا الكلام ده كله. يعني انا هكلف مصاريف اكتر من مصاريف الجواز نفسها. هو احنا بنحارب النقطه دي، ان الجواز يقف لحد اوضه النوم والانتريه وحته ذهب الاوجات والفرح. لا ما تكلفنيش بقى فوق طاقتي وتقول لي اكل في عزال واكل في الخطوبه واكل في مش عارف ايه، و7 ايام بعد الجواز عشاء وزياره ب 300 جنيه. لا احنا عايزين الامور تمشي بسيطه عشان الشاب يا دوب يبقى عامل حسبته، فما يندينش وما يستلفش وما يتعورش. ليا واحد قريبي. ايوه. ماشي. ولنا زميل هنا في المكان اللي احنا فيه دوت في الشغل. لما اتجوز نسايبه بقى يجيبوا له كل يوم غدا، كل يوم غدا هو واهله. ماشي. انا سيدي لما اتجوز جه برضه نفس الكلام اللي بيحصل دوت. طب انا ما اعرفش ليه يعني. مستغرب ايه الموضوع ده؟ ايه ده يعني؟ لازما يعني بط وديك رومي وحاجات من دي. يا عم بس تمشي على قدك، وهم اساسا غلابه يعني. ايوه. لا السلو بقى، السلو دوت مشكله بيهدد اقتصاد الناس الغلابه اللي متكحرطه اللي عايزه تتعفف. خصوصا ان الدين فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يسيروا في الزواج عشان ما حدش يعنف وما حدش يقعد من غير جواز. لا هو كده ما فيش بقى. هو كده ايه؟ حديث صريح: اذا جاءكم من ترضونه دينه وخلقه فزوجوه، ان لم تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. وهي الفتنه ديت موجوده. هي فتنه اهي. احنا موجوده. عندنا 2 مليون عانس في البلد يا عم محمد. ونسب الطلاق يعني يعني احنا لو دعينا المليونيه عوانس في ميدان التحرير
هيبقى في على الاقل 2 3 مليون عانس في الميدان يعني. ونسب الطلاق كده بسبب العادات. بسبب العادات. بسبب العادات. يعني برضه نسب الطلاق في اول سنه بتكتر. بتكتر بسبب برضه العادات. احنا ليه برضه ما نرجعش بقى ايه للاصول والدين اللي سيدنا النبي علمنا عليه واللي ربنا ذكر في القرآن اللي احنا نمشي بيه. انا امشي مثلا عايز اتجوز مرتبي 1000 جنيه. لما انا مثلا مرتبي 1000 جنيه اجيب ذهب ب 20000 جنيه ولا 30000 جنيه. يبقى انا عايز 30 شهر. يبقى انا عايز 30 شهر في 3 سنين. ادي 3 سنين ذهب. وزيهم عفش. لا عفش ايه ده؟ العفش ده مثلا يعني ماشي. قول عفش يبقى 6 سنين. طب والعادات بقى؟ والعادات 4 سنين يبقى 10 سنين. ده العادات. ده العادات الصدمات بقى. يعني انت مش تروح ايه انا رايح اخطب فلا انت لازم تاخد لعروستك بعد حاجه طويله. فين العشاء فين الغدا فين لازم تعزمهم فين وفين وفين. تبقى تنط الفرق.